انا عندي تساؤل وغابني ذا الموضوع. في ديره مشهوره اصلا، الديره ذي انهم يطقون الاوادم، يعني لدرجه ان الناس شفت الجو حلو يقول الله الجو حلو، ناقصنا بس اثنين يطقوننا ونحس انه هناك. يعني اشتهرت في ذا الموضوع، والسوشيال ميديا كلها مقاطع فيديو صوت وصوره، يطقون ربعنا ويطقون الدنيا ذا ويروحون. مقاطع منتشره انهم يلعبون بالاسعار ويروحون. مقاطع منتشره انهم ما يبونك باغضينك ويروحون. مقاطع منتشره انهم دايم نصب واحتيال على الناس ده ويروحون. انا ما ادري انتم شلون تفهمون؟ القى طاري الديره ذي اسمعني بروح له، عندي احساس ان في اثنين في المطار يحتروني بيطقوني بياخذون بوكي وجوالاتي وبيقول ارجع. ليه؟ انبنت فكره في بالي عنهم كذا، هم كذا فكرتهم كذا، مع ذاك الناس يروحون. والله العظيم يا جماعه اغرب سيناريو شفته. المشكله لا راح عذاه وانطق هناك، انطق جاء قال طقوني. طيب طبيعي ليه؟ هذا المنطق عندهم. ديره فيها احد ما يحبني وباغضني جعلهم الضعوي اللي يعوي، مش ليش اوديني لهم؟ بعضهم اذا جيت تناقشه في ذا الموضوع يقول لك لا شوف هو اذا عصبوا عليك هناك خلاص ابدا اسفهم، خلهم اتركهم، خلهم شوي بيبرد واسفه. انا ليش ادخل في ذا المعمعه؟ انا ليش اروح ديره على اعصابي طول اليوم؟ ليه؟ اسفه خله والله العظيم. ولا وفي واحد لازم كل ما قعدت معه والله اني اروح انا كل سنه اروح وما جاني شيء. طبعا هو مطقوق بصحن اسكندر كباب، مطقوق طق، وما انا كل سنه اروح. متى اخر مره رحت؟ قبل 5 سنين.